النهارده هعمل معاكم وصفتين بالفراوله. الفراوله الموجوده دلوقتي لونها احمر وجميل. هعمل معاكم توبنج الفراوله ومربى الفراوله. هنا جايبه كيلو من الفراوله بعد ما غسلناها كويس من الاتربه ونشفناها. انا هنا حبيت اوريكم ان الفراوله تكون سليمه ما تكونش فيها اي جزء مضروب عشان تقعد معانا فتره اطول. بعد كده قطعتها انصاف والتقطيع حسب الرغبه. هنجيب الحله بتاعتنا ونكون اخدين من كيلو الفراوله كوبايه فراوله نضربها بوريه من غير اضافه سكر او ميه ونحطها في الحله يا دوبك تسخن. ننزل بقيه كميه الفراوله ونقلبهم مع بعض. اول ما الفراوله تبتدي تسخن معانا ونكون حاطينها على نار وسط هنبتدي نضيف نص كوبايه من السكر. كيلو الفراوله هياخد معانا نص كوبايه من السكر، وانا هنا مستخدمه كيلو عشان احنا هنخزن التوبنج ونستخدمه في الحلويات فتبقى الكميه كافيه معانا. ونستخدم الاسباتولا في التقليب عشان الفراوله ما تتهرش مننا. بعد كده هنضيف عليهم معلقتين كبار من جيل الفراوله كماده حافظه عشان هو فيه مواد حافظه، وبعدين نضيف عليهم عصير ليمون. لو في اي ريم تشيلوه زي ما انتم شايفين كده عشان تطول فتره صلاحيه التوبنج معانا. بعد كده هنجيب شويه ميه صغيرين اقل من ربع كوبايه الميه، هنضيف عليهم معلقتين كبار مليانين من النشا وندوبهم كويس وننزل بيهم على التوبنج. هنقلبهم هنلاقي ان القوام تقل معانا شويه. في الفتره اللي هياخدها التوبنج على النار من 5 ل6 دقايق. كده القوام تقل وبكده خلص معانا. هنحطه في بولة يبرد وبعدين نحطه في التلاجة. بعد ما طلع معانا من التلاجة شايفين القوام مظبوط وقطع الفراولة مش مهرية معانا ولون الفراولة الأحمر الجميل. تخزنوه على كميات حسب ما تحتاجوا تستعملوه. أنا هنا حطيته في علب بالشكل ده. كده هنعمل الوصفة التانية بتاعتنا وهي مربى الفراولة. أنا هنا جايبة كيلو من الفراولة بعد ما غسلناه كويس ونشفناه وقطعناه أنصاف. هنضيف عليه كوبايتين من السكر، المج الموجود عندنا في كل بيت. هنقلب الفراولة مع السكر عشان عايزين الفراولة تتغلف بكمية السكر اللي احنا ضفناها وتبتدي تنزل الصوص بتاعها. هنغطيها ونحطها في التلاجة من 4 ل5 ساعات، والأفضل نسيبها ليلة كاملة. انا هنا طلعت الفراوله من التلاجة بعد ما سبتها ليله كامله على ان الفراوله منزله الصوص بتاعها. هنقلب في الفراوله عشان السكر ما بيكونش داب وبيكون راكز تحت. نجيب الحله بتاعتنا وتكون على نار وسط وننزل فيها بكميه الفراوله بالصوص بالسكر اللي احنا دوبناه ونقلبهم كويس. اول ما الاقي الفراوله سخنت معانا وابتدت تغلي على خفيف اضيف عليها عصير ليمونه. بعدين اضيف عليها كيس من جيل الفراوله وده اختياري بس انا بستخدمه كمادة حافظه عشان تقعد المربى معانا كذا شهر. بعد كده نهدي النار ونبتدي نشيل اي ريم موجود عشان ما يقللش من صلاحية المربى معانا. المربى هتاخد معانا وقت على النار تلتين ساعة، في الاول على نار وسط وبعدين على نار هادية ونقلبها كل شوية. نعرف المربى استوت ازاي؟ هنحط الاسباتولا في المربى ونعمل خط في النص. اول ما نلاقي الصوص بتاعها ما بيضمش على بعض يبقى هي كده استوت. لو لقينا الصوص بيضم على بعض هنسيبها كمان 5 دقايق. المربى هنا بعد ما خلصت معانا هنحطها في بولة لغاية لما تبرد. نجيب البطرمانات بتاعتنا ونعقمها كويس بالمية السخنة وننشفها ونضيف جواها الفراولة ونغطيها ونحطها في التلاجة. هتعملوا أحلى مربى، هتطلع مظبوطة معاكم زي ما انتوا شايفين ومش هتشتروها من بره. جربوها وبالهنا والشفا.